اتعلم السحر. وبهذا الفيديو راح اعلمكم اقوى 3 خدع بالخاتم للمبتدئين، لا خدعه ولا خدعتين، 3 خدع. فلا تنسى انك تحط لايك لهذا الفيديو ونشوف الحركات. الحركه الاولى مثل ما انتم عم تشوفوا، راح اخذ الخاتم بالاصبع ويختفي ويرجع لمكانه، والحركه الثانيه راح تخلوا الخاتم يختفي بشكل احترافي. اما الحركه الثالثه فهي الحركه المحبوبه، كيف تخلوا الخاتم يخترق الاصبع. ويلا نروح للشرح. مثل ما قلت لكم بهذا الفيديو جايب لكم مو خدعه واحده، خدعه وخدعتين و3 خدع جدا قويين. فلا تنسى انك تحط لايك وتتابعني وتكتب رايك بالكومنت. يلا لايك وتابعني ويلا نروح للشرح. والحركه الاولى كيف تخفي الخاتم بسرعه جدا جباره. انتم مفكرين انه الخاتم اختفى؟ لا، ولكن هو راح يضل بالايد اللي انا ماسكه فيها الخاتم. كيف راح يصير هذا الشيء؟ راح تمسكوا الخاتم بهال3 اصابع مثل ما عم تشوفوا، وبالثانيه اللي انا عم بخفي الخاتم كل يلي عم تساويه اني عم بكبس باصبعتي لورا لحتى الخاتم يرجع ولا لورا ولا كانه اختفى. والحركه الثانيه بدي اياكم تركزوا بالثانيه اللي انا اخذت فيها الخاتم، وبمجرد ما فتحت ايدي راح يرجع لمكانه. وين سر هذا السحر؟ هلا خلينا نشوفه. لازم تحاولوا انكم تخلوا ايدكم بهذا الشكل المستوي، وبالثانيه اللي انا عم باخذ فيها الخاتم اوهمتكم باني انا اخذته، ولكن هو بالواقع لساته باصبعتي. ولكن يلي صار من هي الزاويه انه بالثانيه اللي انا عم بحط فيها اصبعتي عم بنزل اصبعه السبابه وارفع الاصبع الوسطى. وقت تمارس بهي الحركه بشكل يومي رح تصير حركه عم تأديها انت بشكل احترافي. وهيك نكون وصلنا لنهايه